ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم مروه مروان من قناه يوميات سعد ومروه. هنقدم مع بعض النهارده فيديو بسيط وسهل جدا، مكونات سهله موجوده في كل بيت. هنعمل مع بعض القطايف من الاول للاخر، من اول العجينه والتسويه والشربات وكل حاجه ان شاء الله. وعملتها معاكم بالشوكولاته، وعملتها معاكم بالبشر والزبيب والفول السوداني. يا ريت بس لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك وكومنت حلو زيكم كده يشجعني. و ولو انتوا اصلا من متابعيني ومن اصحابي ومن حبايبي، يا ريت برضو تكتبوا لي كومنت حلو. يلا نشوف المكونات والطريقه ازاي، وان شاء الله هتعجبكم. هنا انا خلط كوبايتين دقيق بنفس معيار الكوبايه بتاع الميه اللي قدامكم دي. الكوبايه اللي هتعايروا بها الدقيق لازم تعايروا بها الميه. الكوبايتين الدقيق انا هحط عليهم معلقتين نشا كبار، تقدروا تستغنى عنهم بس انا بحبهم لان في التحمير بتخلي طعم القطايف كده كريسبي ومقرمش ومن جوه طري وطعمه بجد بيبقى جميل احسن من اللي بيجي من المحلات من بره. احط هنا معلقتين كبار هرميين نشا. كوبايتين الدقيق بحط عليهم معلقتين بتوع الاكل نشا. بقيه المقادير والمكونات التانية بقى هتعايروهم بالمعلقه الصغيره بتاعه الشاي. هنا حطيت من معلقتين النشا الكبار. هحط هنا دلوقتي معلقتين صغيرين خميره، وانصحك لو انت مستعمله الخميره زي كده كان الباكت مفتوح قدامكم، حط على الخميره مباشره على الدقيق، يعني المواد الجافه. لو انت اول مره تفتحي الكيس واول مره تعرفي ان كان هو شغال ولا لا، انصحك اللي هو تجيب ربع كوبايه ميه دافيه فتره. وتحطي معلقتين السكر اللي احنا هنحطهم كمان شويه دول في الربع كوبايه الميه على المعلقتين الخميره، وتسيبوهم في جنب يخمروا. وما يتخمروا تاكدي من ان الخميره شغاله وكويسه، تبقي تحطوهم تاني بقى على بقيه المكونات، علشان برضو لو الخميره مش شغاله ما تخسرش المكونات بتاعتك ولا الدقيق. هنا حطيت كوبايتين المعلقتين الخميره ومعلقتين الكبار النشا، وحطيت هنا كوبايتين كبار بتوع المية دول دقيق، وحطيت هنا رشة ملح. وهرجع دلوقتي برضو احط رشة بيكنج باودر. البيكنج باودر دي علشان بتساعد اللي هي يبقى فيها فقاقيع من الجنب التاني. طالما القطايف فيها فقاقيع وانت حطها على النار كده، تعرف ان العجينة بتاعتك مظبوطة وتمام التمام. هنقول المكونات من تاني. معايا هنا كوبايتين دي بنفس معيار الكوباية دي، وحطيت عليهم معلقتين كبار من بتوع الاكل نشا، ومعلقتين صغيرين سكر، ومعلقتين صغيرين خميرة، وربع معلقة بيكنج باودر، ورشة ملح صغيرة، وكوبايتين لكوبايتين وربع دقيق مية. المية بتعايريها بنفس معيار الكوباية اللي بتعايري بها الدقيق. آه، ما تاخديش الوصفة على طول من اي حد بالذات اللي هي بتعمل فيها دقيق دي، لان الدقيق بيختلف من مكان لمكان. ما تاخديش الوصفة بكمية المية المعينة هيها بالذات. لازم تعملي كوباية المية التانية دي على الاقل بالتدريج، واحدة واحدة، علشان الحاجة ما تسيبش منك اوي. في اي وصفة يكون فيها دقيق لازم تعملي حساب ان الدقيق بيختلف من مكان لمكان. عشان كده انا حبيت اقول لكم الوصفة دي، بس صدقوني جربوها. الوصفة دي طريقتها جميلة جدا، وطعمها احسن بتاع المحلات كمان. هنا حطيت كوبايتين وسبت الكوبايه التانية ربعها كده. انا هاخد كمان اصلا ربع كمان، بس مش عارفه هو ما تصورش ليه. بضرب كده وتضربي كده بالتدريج لحد ما تشوف السمك بتاعها. انا عايزاها اخف من العجينه بتاعه الكريب كمان بشويه. انا كنت بوريلكم ان انا سبت في الكوبايه التانية ربعها. هرجع دلوقتي احطه دلوقتي تاني لما اشوف السمك بتاعها. وبرضو تاخدي بالك ان دايما الدقيق علشان حاطينه في الاول بيبقى فيه تكتلات كده، وبيبقى الدقيق راسي تحت في الارضيه كده، ما جاش فيه الميه. فانت تقلبي برضو بمعلقه من الجنوب بتاعته كده عشان تجيبي الدقيق كله ما بقاش فيه اي تكتلات. وان حسيت ان العجين بتاعك فيه تكتلات، يا ريت تصفيه قبل ما تستخدميه، علشان برضو ما تيجي تحطها على النار ما يظهرش في القطايف اي تكتلات. هيخلي طعمها مش حلو والشكل كمان مش حلو. هنغطي عليها دلوقتي ونسيبها تخمر. هنا انا كنت عاملاها قبل الفطار بحوالي ساعة. دلوقتي تقريبا بعد صلاة التراويح، يعني عدى عليها حوالي 3 4 ساعات. ممكن تعملها من بالليل وتعملها تاني يوم الصبح. المهم ان انت تسيبها تخمر براحتها ان الجو بارد.
هقلبها بقى، افضي منها الهواء، اقلبها كده زي ما انتم شايفين. في الوقت ده تكونوا انتوا اصلا عاملين من قبل ما تبداوا فيها الشربات عشان تسيبوه بارد، لان هي المفروض تكون سخنه وتطلع تحط في الشربات. هفضيها هنا في الازازه دي هنا بالقمه ده عشان تسهل عليا ان انا اعملها في الطاسه. ولازم تكون طاسه ما بتلزقش، يعني طاسه تيفال. للاسف بتاعتي علشان متجرحه فكانت بتلزق، فكنت لازم كل مره ادهنها بدهنه بسيطه خالص من الزيت، منديل كده معكوك زيت. هنا كنت بوريكم الشربات اللي كنت عاملاه معاكم في فيديو الكنافه. مش عارفه ده الفيديو ده ولا بتاع الكنافه اللي هينزل الاول. انا عاملاه 5 كوبايات على 4 كوبايات ميه. احنا بنحب الشربات يكون الحاجه بتاع الحاجه خفيف شويه، ما بحبوش تقيل. عايزه تعمله مخصوص للكنافه او للقطايف عشان هو بتحتاج شربات تقيل شويه. لو انتوا عايزين كده هيبقى 2 سكر مع كوبايه ميه. انا بعمله حوالي كوبايه ميه على 1.5 سكر. الكميه بتاعه الكوبايتين ده عملت لي الازازه دي، دول تقريبا نص ازازه او ازازه الا ربع، يعني عملت لي حوالي ازازتين الا ربع بتاعه الميه المعدنيه الصغيره. ما تنفعش في الالومنيوم للاسف، هي المفروض تتعمل في التيفال، اي حاجه ما بتلزقش. فعشان كده انا دهنتها، عشان بتاعتي مجرحه دهنتها بدهنه بسيطه كده بمنديل معكوك زيت. المفروض تكون خرمت الغطا بتاع الازازه، بس انا الصراحه كسلت فعملت الاشكال الخرافيه اللي قدامكم دي. هنا بتسخن الطاسه على نار متوسطه، بعد كده بتهدي على الاخر وبتحطيها كده وبستنى بس اما بتعمل الفقاقيع بتاعتها. هوريها لكم فوق دلوقتي هي بدأت تعمل. هتلاقيها من تحت ثابت الطاسه اصلا، ولونها غير برضو من تحت شويه كده، بتحركيها وبعد كده لما بتعمل فقاقيع بتشتليها. عملنا الكميه دي وهحشينا شوكولاته انا مقطعاها قطع اهي. ومعايا هنا بشر وزبيب ومعلقه سكر عادي من اللي هو بتاع الشاي وفول سوداني متكسر. هنحشي هنا كده بالطريقه دي كده الكميه اللي تحبيها. زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. نحشي دي شوكولاته كده زي ما انتم شايفين. الشوكولاته بس كبيره عليها. زي ما انتم شايفين كده. هكمل الكميه دي كلها بقى وارجع لكم. عملوا لي الكميه دي بالحشو البشر والزبيب، والكميه دي بالشوكولاته. هقليهم بقى وارجع لكم. مجرد ما بيطلع من على النار بحطه في الشربات على طول، هو سخن والشربات بارد. عاملينه مع بعض قبل كده زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع الكنافه. مش عارفه ده الاول اللي هينزل ولا التاني. بفضل حاطاه في الشربات لحد ما اجي اطلع الطاسه اللي بعده. يعني انا دلوقتي الطاسه التانية موجوده على النار. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. يا ريت لو عجبكم تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبالهنا والشفا.